وبما اننا اتورقنا فحضرتك ابرز حاجه من اول لحظه قلت لك ان هم عايزين يخلصوا منها هو تسليم تيران وصنافير للمملكه العربيه السعوديه في واحده من احقر مشاهد الخيانه في تاريخ هذه الامه. النهارده الخارجيه بتتكلم بمنتهى البجاحه والحقاره والخيانه ومطلعه بيان. الخارجيه مطلعه بيان، قال لك ايه في البيان بقى؟ وريني البيان. أفرجت وزارة الخارجية عن ملف كامل بيشمل صورا من الوثائق الرسمية التي تم الاستناد عليها خلال المفاوضات على عودة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية. تضمنت الوثائق عددا من المخاطبات الرسمية المصرية والسعودية والأمريكية حول ملف الجزيرتين وملكيتهما للسعودية. قالت الخارجية في بيان توضيحي يتضمن خلفية عن موضوع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية أن الدراسات القانونية ترى أن تبعية الجزيرتين وفقا لأحكام القانون الدولي هي للمملكة العربية السعودية، وذلك لأنه من الأمور الثابتة تاريخيا أن السيادة على الجزيرتين كانت للسعودية لحين قيام مصر في ظروف المواجهة مع إسرائيل عام 1950 باحتلال الجزيرتين احتلالا فعليا بمباركة السعودية. الداخليه الخارجيه حقيقه بتقول لك ان تيران وصنافير سعوديه وما جابتش سيره خالص الاحكام القضائيه، كأن مفيش قانون. قال لك احكام القانون الدولي بالنسبه لاحكام اكبر محكمه في مصر حقيقه واللي بتقول انكم خونه وبتسلموا الارض. بيقول لك الداخليه احنا ما لقينا. الخارجيه بتقول لك معلش يا اصل الاسلوب اللي بتتبعه الخارجيه دلوقتي قريب قوي من الداخليه، فبقوا حاجه في مزبله واحده هما الاثنين بكل وضوح، في مزبله واحده هما الاثنين. فالخارجيه بتقول لك ايه؟ احنا ما لقيناش ورقه نفس الطنطنه. ما هو خلاص بقى البلد، مش احنا قمنا باقصاء البلد والبلد متورقه و5 سنين اللي قرب من الكيبورد، فاحنا خلاص ما لقيناش اي ورقه. يا عم الحكم القضائي، حكم القضائي ايه؟ كله بيفرش عشان مجلس الشعب. طب دي مصيبه انت عارفها وعارف ان في خونه عايزين يسلموا الارض. طب الجديد ايه بقى النهارده يا معتز؟ مصدع دماغنا بالموضوع ده ليه الجديد؟ لان حضرتك كنا قاعدين وخايفين على تيران وصنافير. حلايب والشلاتين هيحصلوا تيران وصنافير. يا ام نيازي، صح نيازي واخواته وحاجاته ها وملحقاته، وقولي له ان الخارجيه هتسلم حلايب وشلاتين. مش انا اللي بقول، ده المتحدث باسم وزاره الخارجيه. معنا على التليفون سيادة المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية. غالبية الشعب المصري ما كانش يعرف أساسا إنه الجزيرتين تقع أو في مصر جزيرتين اسمهم تيران وصنافير، ولكن نتفهم هذا الوضع. بيان الصادر عن مجلس الوزراء بيقول بوضوح إيه الأسانيد القانونية اللي استندت إليها لجنة تسليم الحدود. أنا الحقيقة يعني اطلعت على بعض الأحاديث على الفيسبوك وعلى التويتر وآراء بعض الناس، لكن لم اطلع حتى الان على وثيقه واحده تقول انه هاتين الجزيرتين مصريتين. لو دلوقتي حصل، انا بس بحاول اروح مع حضرتك لسيناريوهات مختلفه، لو حصل عدم التصديق، هل هنا بقى نتكلم في تحكيم دولي والموضوع كده يتصاعد، ولا الوضع هيبقى عامل ازاي يا فندم؟ والله يسال في ذلك القانونيين بقى المتخصصين. انا شخصيا انا مش متخصص في هذا، يعني اطلب برضو مراجعه الوضع فيما يتعلق بحلايب وشلاتين ونشوف اللي كان مكتوب فيها وتم التعامل معاها ازاي، لانه كان نفس الوضع ان في مرحله من مراحل وزير الداخليه المصري طلب من السودان اداره حلايب وشلاتين. معنا على التليفون نفس الوضع، حلايب وشلاتين نفس الوضع. ده احنا كنا مستعمرين بانياب ها. قال لك ما شفتش ورقه واحده. اطلع كل المستندات اللي قدمها فريق الدفاع، اللي ربنا يجعل كل اللي عمله في ميزان حسناته، والتي تؤكد مصريه تيران وصنافير، وحكم المحكمه الذي لا يحمل اي لبس، واللي يؤكد ان الدوله هي اللي ما قدمتش ولا ورقه تقول ان تيران وصنافير سعوديه. مش عاجبين احمد ابو زيد الهلالي الصبي بتاع اندو في تكست. الادهى والامر مش كده بس، ان حلايب وشلاتين نفس وضعيه تيران وصنافير. حلايب وشلاتين نفس وضعيه تيران وصنافير. سامعني حضرتك؟ البلد اتورقت عشان ايه؟ عشان الناس تسلم الاراضي، ارض مصر.
قال لك حلايب وشلاتين نفس وضعيه تيران وصنافير. اسمع الحته دي تاني عشان لو كانت فاتتك، مهمه قوي قوي. والله متخصص في هذا، يعني اطلب برضو مراجعه الوضع فيما يتعلق بحلايب وشلاتين ونشوف ايه اللي كان مكتوب فيها وتم التعامل معاها ازاي، لانه كان نفس الوضع ان في مرحله من مراحل وزير الداخليه المصري طلب من السودان اداره حلايب وشلاتين. سبحان الله، كل ده واحنا كشعب ما كانش يعرف. يعني عارف حضرتك حتى المبدأ اللي بيرتكل ليه المتحدث باسم وزارة الخارجية، انا اعتبر ان ده حقيقي، ده منصب وده موظف عمومي مصري مش خاين، وانه الخارجية قال لك رئاسة الوزراء دي رئاسة وزراء، وان ما عندكش رئيس خاين وشوية خونة استولوا على هذه البلاد. هعتبر ان ده حقيقي انه مشكلة ان الشعب المصري ما كانش يعرف. ليه من الشعب المصري ما كانش يعرف؟ دي مشكلة مين؟ ده على افتراض خزعبلي، ركز بس معايا، ده على افتراض خزعبلي ان كلام الباشا صحيح وان الشعب المصري ما كانش يعرف حاجه. مين اللي كان منايم الشعب المصري في البليله؟ مين اللي منايم الشعب المصري في البليله؟ مين اللي النهارده فوجئ ان مصر دوله احتلال كانت محتله تيران وصنافير، ويطلع حكم محكمه تاريخي يقول لكم انتوا خونه؟ ممكن نجيب حكم المحكمه يا جماعه، ممكن نجيب حكم المحكمه اللي لحظه اعلان حكم المحكمه اللي متحدث باسم وزاره الخارجيه ما يعرفش عنه حاجه، ويقول لك واللي بيطالب بمراجعه بيمهد لتسليم حلايب وشلاتين لانهم كانوا نفس الوضع. يعني شيء غير طبيعي. هجيب لك حكم المحكمه من بعد زي ما قلت لك بالظبط، من بعد تطبيق قانون الطوارئ والدوله اتسعرت بالمعنى الحرفي. كمية قرارات وكمية تهديدات لمواطنين ومصادرة صحف، والمشهد العبثي بتاع الكاميرا الخفية بتاع بحيم علي. النهاردة المشهد العبثي اللي كلمتكم عنه في المقدمة بتاع حبس المحامي 10 سنين ومنعه من الخروج من المنزل 5 سنين، و5 سنين ما يقربش من الكيبورد. أحكام يعني خزعبلية، سعار رهيب، لدرجة إن بدأ كل واحد يشم نفسه على الناس. أي حاجة، الانصاص والارباع قامت، ويهدد ويتوعد. تخيل واحد من بقايا النظام اللي المفروض كان بائد، انا طبعا يعني عشان نكون دقيقين، خرج يقول للناس الدولة جايبة اخرها، كل واحد يخلي باله من لغاليغه. نعملها بكرة بالكرباج بدل ما نعملها بكرة بالقانون. البلد واصلة لحد هنا، وانا بقول لكم اهو البلد مش سمعانة، انا بيني وبينكم كلام اهو. البلد دي معناها الدولة، معناها النظام، معناها الحكومة، معناها الامن، معناها مجلس الدفاع معناها كل الجهات الكبيرة قوي اللي تخوف دي واصلة لحد هنا. الحادثتين الاخرتين بتوع اسكندرية والغربية دول كده هم القشة، فاض الكيل. فحالة الطوارئ دي بسم الله الرحمن الرحيم. حالة الطوارئ اللي فرضت 3 اشهر دي بسم الله الرحمن الرحيم. حالة الاشاعات والبلبلة والفتنة اللي حاصلة دي الدولة مش هتسكت عليها، وهيطلعوا قانون قريب يتجاب من صفحته، مش بقى من قفاه، هيتجاب من صفحته اللي بحسن نية كتب اشاعة او اطلق اشاعة او نشر اشاعة او شير اشاعة، او واحد جارهم حقيقة عدى جنب الاشاعة، او واحدة هو يعني ناوي يرتبط بيها ان شاء الله سمعت اشاعة من الست اللي بتبيع لها الليمون على ناصية الشارع فهتتحاسب بيها. بص كلكم هتتنفخوا. اتقلبت الامور انه يعني بوق من ابواق بوق ايه ده، حتى والله العظيم بوق اضافه. تامر امين بيهددكم. السعار رهيب جدا يا جماعه، التهديد شغال علني. قال لك الدوله جايبه اخرها. طب الحكومه دي بتشتغل عند الشعب وبتقبض مرتباتها من ضرائب الشعب، ولا الناس اللي شغالين عند الحكومه؟ لا خلاص، دوله السيسي اتسعرت رسميا. المخبر كمان ما سكتش وقال لك كل واحد لازم يبلغ عن جاره. خلاص ده اصبح يقين وعرف. هنشترك كلنا بعد اذن حضراتكم. انا عارف بتحبوا بلدكم كلكم، ما عنديش شك في هذا الامر. فاللي بيحب بلده يشترك معانا دلوقتي. في هاشتاج هنطلقه مع حضراتكم نشتغل عليه. الهاشتاج بلغ عن الاخوان. ده الهاشتاج
اللي بطلقه الآن، ونشتغل كلنا على هذا الهاشتاج. ليه بقول كده وليه بطلق هذا الهاشتاج معاكم؟ كلنا نشتغل على الهاشتاج. بلغ عن الإخوان في شغلك، أنا بقول أهو، في أي مؤسسة، في مكان عملك، في أي مكان حضرتك تعرف إخواني، لو سمحت احمي بلدك واحمي نفسك. الإخوان النهاردة جارك، ممكن بكرة يفجرك. مش لازم هو بس يدي خط سيرك للإرهابيين، يدي خط سيرك للي بينفذوا. يبلغ لو انت في شغلك وجنبك الإخواني، تاني يوم ممكن المكان اللي انت فيه ده هيولع فيه، او على الاقل هيسرق المستندات بتاعتك، او على الاقل مش هيبقى في وضع مريح. في جملة مهمة جدا عايز اقولها لحضرتك، وارجوكم ارجوكم ارجوكم لو حد يعني كان قام يبلغها لمن يستطيع، دي امانة في رقبتكم. اوعى تفتكر ان الكلام ده يخوفك، ده بجد هم مرعوبين. اوعى تاخد الكلام ده فانت تقلق انك تكتب وتعمل، دول كذابين اشرين مرعوبين. الرعب وصل لمرحلة رهيبة. خد بالك، الكلب لما بيتضرب طلقة أداؤه بيبقى مخيف. الكلب لما بيتضرب طلقة أداؤه بيبقى مخيف، تحس إن عنده سعار. ده مش سعار إنه بقى مدمر، لا، ده سعار النهاية. سكرات النهاية دي بقى بتقعد مع البعض أيام، بتقعد مع البعض شهور، انتوا شطارتكم كشعب. إنما هذا الأداء لا يخيف، هذا الأداء يعرفك إن الدولة القمعية مرعوبة. قال لك كل واحد يقبض على جاره، تحريض رهيب، سعار ملوش حل. كل واحد عايز يخلص على حد، مش عاجبه حد يروح يبلغ عنه. ده عنوان البلد. وريتك امبارح مرات قال لها مش هرجع في الكلام، البوست مش هرجع في الكلام، ارمي طاع صورة السيسي حطها على الأرض وبتاع، وراحوا قبضوا عليه. سعار رسمي، تهديد ووعيد واقذر استغلال حقيقه في الدوله القمعيه في تهديد الشعب المصري. الشعب بقى محاط او محاصر ما بين ارهاب الدوله للناس وارهاب المتطرفين، ده العنوان. وبقى في اختلاق للقصص والاوهام، وكل واحد بقى ايه يختلق لوحده. وطبعا انت عارف واحد من كبار المؤلفين ابو ميار طلع قصه هو كمان يخوف بيها الناس. تعالوا نشوفها. عايز اعرض لكم صوره لاحد يعني مش عايز اقول اهل سينا لانه ده مش من اهل سينا، كان برضو متسلل ليفجر نفسه. شوفوا منظره عامل ازاي. بيسالوه بيقولوا له ليه عملت كده؟ قال لهم عشان الحور العين قالوا لي ان انا اول ما يعني هفجر نفسي هكون في الجنه وسط الحور العين. وريني الصوره دي كده يا شباب. قال لك الحور العين واتغدى مع الرسول، والرسول هيمسح راسي في الجنه. راجل كبير طبعا، ده لا يمكن ارى ولا اعتقد عمره ما ارى في حياته كتاب ولا حديث ولا اهو. قال لهم رايح افجر نفسي عشان الحور العين وعلشان هكون مع الرسول في الجنه وهي لا حول ولا قوه الا بالله. تدور على الصوره اللي نشرها وتدور على الموضوع وتبحث فيه، تلاقي ان الصوره منشوره على تويتر يوم 6 يناير 2016. 6 يناير 2016 اسمها الصفحه مقبره الغزاة، اليمن مقبره الغزاة، وبتتكلم على ان اللقطه دي في اليمن، بغض النظر عن هي صحيحه ولا اللي في اليمن كمان. بس الصوره منشوره من اكتر من سنه و3 شهور في اليمن، واللبس مش لبس الجيش المصري، بس اي ارهاب وتخويف للناس وخلاص. اي حاجه اي حاجه اي هبل في الجبل. قديمه بقت الجمله معلش. الغيطي برضو هدد حد في في حلقته المره دي. لكن اللغه اللي انت كاتب بها يا عم فاروق لغه مش كويسه، لغه بتضع الملح على الجرح. يعني انا متصور كفنان ليك تاريخ ورمز كبير وحساس ومثقف وعندك رؤيه، ما تقولش كده. انا بتكلمش برضو على انك انت مش عاجبك السيسي او انك انت يعني، انما ما تقوليش بلا قرف، وما تقوليش دي مش لغه، دي مش لغه، ودي مش لغه واحد عايز يبني، دي لغه واحد بينط من السفينه. بس انا عايز اقول لك يا رؤى وانت حبيبي، اللي هينط من السفينه هيندم.
السفينه مش هتغرق، والله العظيم ما هتغرق. وامثال هذا الكلام هو اللي بيخرم السفينه، انما مش يسد خرم تاني ومش يشجع ان احنا نطلع قدام. انا كنت منتظر منك انك تاخد بعضك انت ومجموعه فنانين وتروحوا تواسوا اسر الضحايا، تروحوا تقابلوا اسرهم وزويهم، ما تقابلوش البابا عشان ما تتصوروش في السر كده، تروح اسر الضحايا تواسيهم وتتعاطف معاهم. انك انت تقول كلمه تعري الارهاب، تقول كلمه او تعمل عمل فني ضد الارهاب. انما عم فاروق مش انت بالليل كده ومونون تقوم كاتب لي كلمتين تقول لي بلا قرف، ما ينفعش. قرف مين؟ القرف اللي عمله الارهاب، واللي عمله اللي بيعارض للمعارضه، واللي عايز يخرم السفينه. مش عشان انت عايز تجامل حمدين صباحي تكتب لي كلمتين بالشكل ده. الحقيقه دورنا كتير وقليل عن الحساب الرسمي لفاروق الفيشاوي اللي هو انكر صله بيه، ما لقيناهوش. وممكن جدا يعني ما تستغربش ان الكلام اللي بيقوله ابو ميار ده فيك، وفاروق الفيشاوي ما قالش كده. انما مين هيحاسب مين؟ الغيطي بيدافع عن ولي النعم. حد هيحاسب الغيطي؟ يعني فاروق ده مثلا يقدر يعمل حاجه مع الغيطي في هذا التوقيت؟ يا حبيبي اي حد قاعد تحت بيده في الحمايه، كل واحد في ظل الدباب. فالقصه حقيقيه مش حقيقيه، فاروق اللي كاتب مش اللي كاتب، ادينا بنخوف. تشعر في ايه؟ طبعا السيسي مسؤول عن كل حاجه، مش محتاجه كلام. قال له بس انت روح لهم في الضم وما تروحش مع البابا عشان ما تتصورش. رمي تلقيح يعني. انت عارف الاداء النسائي ده بدا من الراس فبيزيد بقى في كل حته، فاولى بيه طبعا ابو ميار وجوز باروم. المهم فتقوم انت على ذكر البابا يعني في بقى قصه كبيره دي على الهامش كده على جنب. كتيره جدا جدا اخواتنا المسيحيين فشغالين مع البابا عندهم تساؤلات قاعده تكبر تكبر. بدات اول يوم على استحياء، تاني يوم تالت يوم كبرت بشكل كبير. ايه البابا؟ ايه التليفون اللي جه للبابا ومشاه؟ يا جماعه تتابع بقى الحسابات. يا جماعه تكتشف البعض بيلمح انه ما كانش وقت مشيه، انه مشيه مش طبيعي. مين اللي قال له امشي؟ وده تساؤلات جوه المسيحيين حقيقه. بلاس بقى كلام من عينه ما فيش ولا السيس اصلا مات في كل اللي بيحصل. كل الحوادث دي ربنا يسلم الجميع طبعا طبعا، مواطنين برجال دين بأساوسة برهبان، ربنا يسلم الجميع وما يسيب اي حد. انا بحكي لك على تساؤلات على ذكر بس ده خرجنا من موضوع ابو ميار لما فكرنا بالبابا. فالناس بتتساءل، المسيحيين بيتساءلوا ما انت هتفضل كاتم والناس تخدع نفسها لحد امتى؟ بيقول لك عندهم تساؤل مشروع. ايه اللي مشاك قبليها بدقايق؟ ده ما كانش وقت مشيك اصلا، وان الفتره اللي بيقعدها كل مره كانت اطول من كده. وايه التليفون اللي جالك ومشاك؟ ده سؤال. بيتسالوا تاني يقول لك يعني الناس بدات تراجع بقى، الناس اللي ما سلمتش دماغها، شباب بداوا يتكلموا مع اهاليهم مسيحيين يقول له يا بابا يا ماما بصي حضرتك يعني من ساعه ما حصل من احداث الكشح مفيش الاساوسه الحمد لله محميين، الرب حميهم، ما فيش حاجه بتقرب لهم حقيقه بالغلط يعني بالغلط. ربنا يسلم المواطنين العاديين ورجال الدين ده بكل تاكيد، لكن الناس من حقها تتساءل. ده علمية شركه التساؤلات دي الهم كتير. بيقول لك حلايب وشلاتين نفس وضعيه تيران وصنافير. لسه طالب اللطم امبارح قال لك اللطمه حرام وبلاش اطلب ايه النهارده. زي ما قلت لك فاروق الفيشاوي ممكن تويت تبقى صح او غلط، زي ما نفى فاروق الفيشاوي حاجات نسبت ليه اكتر من مره، بس الطريقه كلها تهديد ووعيد. كل واحد بيخلص طعمه، يهدد ويتوعد، واللي مش عاجبه يسافر اذا قدر او يخبط دماغه في الحيطه. هو ده العنوان بتاع الحكم دلوقتي. النهارده موقف من المواقف الناس صحيت على صوت انفجارات اتخضت، مش عارفه ايه ده، الناس قعدت ترغي، محدش قال لها ايه ده. فالناس بتسال على الفيسبوك والمواقع نشرت تتساءل. الداخليه طلعت بيان وبقى بمد الرجلين بقى زي ما انت عارف. البيان ده بتهدد الكل بما فيهم وسائل الاعلام اللي نشرت الخبر. قالت لك ايه الداخليه بقى؟ دأبت في الاونه الاخيره عدد من المواقع على بث اخبار وتردد وجود بلاغات حول حدوث تداعيات امنيه، وفي هذه الصدد فقد بثت مواقع كذا كذا بعض الاخبار في دائره خلي بالك المواقع اللي هي ايه؟ اللي هي تابعه للنظام. البوابه نيوز اللي انت شفت امبارح الفقره الكوميديه التاريخيه بتاعت بعد ما عبد الرحيم رجع لصوابه وعمل كلنا ضد الارهاب وعمل الغلاف. الوفد
الوفد السيد البدوي من ساعه ما اتاخد 6 ساعات لسه الجماهير بتتساءل، اذا كان لسه في جماهير للوفد يعني بتتساءل ايه اللي حصل في ال6 ساعات اللي غيروا كل حاجه. واضح ان ال6 ساعات دي عامله ليها تاثير عجيب في هذه البلاد. والمصريون والمصري اليوم، بعض الاخبار في دائره الترديدات اللي هي بتاعت التفجيرات اللي بقول لحضراتكم عليهم، تمثلت تلك الاخبار في سماع دوي انفجار بمدينه السادس من اكتوبر، حيث لم تتلقى الاجهزه الامنيه اي بلاغات، كما قامت قوات الحمايه بتمشيط المنطقه ولم يتم العثور، وكذلك اخبار بشان العثور على جسم يشتبه في كونه عبوه متفجره بمحيط جامعه طنطا. ويهيب مسؤول بمركز الاعلام تحري الدقه حال نشر الاخبار وعدم استقاء من غير مصدرها الرسمي لعدم اثاره الراي العام، حيث تضطر الجهات الامنيه، سنكون مضطرين يا حسن اللعب مع الكبار ستايل، اللجوء الى الاطار القانوني للتعامل مع مثل هذه الترديدات. قال لك القانون 94 لسنه 2015 رمضان اللي خد 10 سنين النهارده اللي بنواسيه كلنا، و5 مراقبه، 5 في بيتهم و5 ما يقربش من السوشيال. قال لك قانون الطوارئ ده ال 94 لسنه 2015 بقى اكتر من بيومي فؤاد، اي سنضطر للجوء لاجراءات سخيفه. طب يا عم الراي العام هو اللي بيتساءل في على الاقل في طياره كسرت حاجز الصوت، المفروض تقول للمواطنين تطمنهم ان ده مش انفجار. ايه الغلط في الراي العام؟ المفروض الناس كمان تسمع الاصوات وما تتساءلش. على ذكر الاصوات ما تسالش قاطعين، بالله عليك يا ابراهيم لو موجوده اللي هي الصفحه اللي قلت لكم عليها اللي بيقول لك دي فيها بتاعت جن وعفاريت وكده، فبنت بتسال الواد على ذكر الاصوات اللي الناس بتسمعها ومش عارفه لها اثر، فبتقول له بس انتوا بيقولوا عليكم صفحه جن وعفاريت وبتاع ده. قال لها انت هبله، جن وعفاريت ايه اللي تعمل صفحه على الفيسبوك؟ كان حوار لطيف جدا. هي بتساله زي ما قلت لك، جاي رساله امبارح بيقول لك اللي بيفتح الصفحه دي بيتمس. فالناس مش من حقها تتساءل. وبمناسبه تأييد الاعلاميين للطوارئ واهلا بالطوارئ اللي شغال دلوقتي، مع اعتقد الموضوع اكبر من ان انا اجمعهولك، انت سامعها شغالين من ساعه من قبل ما يتم اعتماد القانون وهم على نغمه واحده، البلد محتاجه الطوارئ وده مصلحه البلد لا بلا بلا بلا، مع ان الاعلام ده كان ليه راي تاني خالص لما دكتور مرسي فرض الطوارئ في بورسعيد بعد الاحداث اللي حصلت هناك. فاكرين ساعه لما الجيش كان بيلعب كره مع الشعب؟ تعال شوف الاعلام حقيقه الكيوت كان ايه رايه في وقتها. يعني كان قبل ما يقول لنا دكتور محمد مرسي اعلان حاله الطوارئ، وكمان بيقول انها تطبق من الساعه 12 بالليل، رغم انه لم يعرض هذا بعد على مجلس الشورى ولم يحصل على الاغلبيه من مجلس الشورى للاقرار والتمرير والموافقه. طبعا هو هياخد موافقه وتطبيل وزفه وكل ده لكن حتى دي ما عملهاش. ماذا يبطن الاخوان وماذا يعلن الاخوان؟ ده الفكره. حاله انه الاخوان المسلمين فتحه الصدر بتاعت الطوارئ دي، وكمان مش قادر يعملها بالشكل الدقيق وبالشكل القانوني وبالشكل الملتزم بالدستور اللي هو عمله. مهازل، كوارث، مذابح بتحصل في الشوارع المصريه ومحدش بيخرج يقول كلمه. ولما خرج سياده الرئيس من دقايق قال لنا ايه؟ قال لنا حظر التجول. متشكرين قوي يا ريس، متشكرين قوي على ان ولاد البلد دي بقوا بيترموا في الشارع ويقعوا يموتوا ما يسووش 3 مليم، يروحوا المستشفيات وهم بينزفوا يتسابوا لحد ما تطلع روحهم قدام ابهاتهم وامهاتهم مش عارفين يعملوا ايه. متشكرين قوي على ان احنا انتخبناك، متشكرين قوي على ان احنا صدقنا واتخدعنا جامد، بس على رأي بعض الزملاء اخدعنا مرة بس مش هتعرف تخدعنا مرتين. يا راجل حد يعمل حظر تجوال الناس تلعب كورة؟ يعني نفسي يعني انا مش فاهم والله ما فاهم. وبعدين تيجي تقول ده اجمل ايام رغم الازمه والمصيبه والكارثه، اجمل ايام عاشتها مدن القناه كان امبارح وتطلع بخطاب تهديد بارز لمدن القناه، وحتى
ما قلتش مثلا الجماعه اللي ماتوا دول لا هنحقق ونعمل وبتاع، خدت قرار تعمل ايه وتسوي ايه. انا مش ضد ان انت تمشي على فكره، انا مش ضد ان انت تمشي، بس ضد ادارتك الخطيره جدا اللي لو استمريت عليها يبقى لازم تمشي. لو انت صممت باللي في دماغك يبقى هتمشي. ده احنا في يومين 2 مات يجي اكتر من 60 واحد. كويس؟ ولا كأننا في سوريا. ده سوريا ما بيموتش في اليوم 60 واحد. ده حسني مبارك ما كانش حسني مبارك ده وفاة 40 واحد في يوم دول تخلي الواحد يضرب لحسني مبارك تعظيم سلام ويقول ودول خاو. انا هاجمت حسني مبارك لما زهقت. انا بعتذر للرئيس محمد حسني مبارك لانني قد هاجمته بشراسة في وقت من الاوقات. بقول له انا اسف يا سيادة الرئيس، انت كنت رئيسا لمصر. وتاني هرجع اقول لكم، هل الدكتور محمد مرسي يحمي الارهاب ويحمي الارهابيين ودعاة الفوضى ولا لا؟ بالمناسبه برضو بما ان احنا ذكرنا الدكتور محمد مرسي بصباعه الشهير، اياك ثم اياك ثم اياك ان تتقول على الشعب يا دكتور. ما تروحش عند الالمان وتقول لهم قانون الطوارئ او بالاصح حاله الطوارئ كانت رغبه شعبيه. انا بقول لك اياك لان ده حقي عليك. ليه؟ ان انا بدفع المرتب ليك. فهمت يا دكتور؟ ارجو ذلك. الشعب المصري عاوز يتكرت على قفاه برغبته، ده كلام الدكتور محمد مرسي او مضمونه على الاقل يعني. والله يا عم كنت اعرف انك جايب حته القفا دي. الحمد لله اهو ربك عادل، ربك عادل. الشعب المصري عايز يتكرت على قفاه والايام عدت. سيبك من الشعب المصري، حكايه بقى اتكرتنا على قفانا ولا لا دي قصه كبيره خالص. انا بتكلم على قفاك انت. اياه قفاك على وزن اياك. ها اياك عشان انت بتدفعيك، انما السيسي حاطط المدفع في ظهريك. فانت ما فيش ما بتدفعك. انت كنت بتدفعيك لمرسيك، انما انت بتدفعيك بتدفع من سيسيكا. ها سيسيكا اللي طلع لك، يلا طلع لك 45 ثانيه لحد ياخدها في سكه ثانيه. المهم فعلى فكره برضو ده فكرنا الواحد كان بينسى بانه اللي كان بيلعب كوره كل ده كان من السياسه اللي معموله، لكن اللي كان بيلعب كوره مع الشعب في الشارع ساعتها هي قواتنا المسلحه الباسله. ده بس بوريك يعني الفرق. ها الفرق. فيش دلوقتي فيش رجل نمله اتحركت، مش كلمه قالوها، فيش رجل نمله اتحركت. بان المدفعيكه في ظهريكا ما حدش قادر يقول انت فين يا ابن ماريكا. تصدق يا راكبه هي لحن وماشيه يعني. قال له هي تمشي لحن وتمشي وصف والله. وانتوا بقى بقيتوا اذكياء ما شاء الله، اشطر مننا بكتير. نروح للسمك من ضمن المصايب. عجبني جدا بوست السمك. طبعا انت عارف المصيبه والكارثه بتاعت الفسيخ. قال لك من اول لحظه والله الواحد ما عارف يروح لمصيبه ايه. موضوع المزارع السمكيه اللي افتتحها الجيش، من اول لحظه حكيت لك القصه انها سبوبه كبيره، وان اسعار السمك هتحصل الاسعار اللي غليت كلها في كل حاجه الجيش استولى عليها. وده اللي حصل، وده اللي حصل. تعالى بس عشان القصه اللطيفه دي نشوف نفتكر المشهد العبثي اللي حصل في موضوع افتتاح المزارع السمكيه. اسمعها الله يخليك. اول حرف في اسمك عين، عيوننا يا ريس برد عليك. ثاني حرف في اسمك ب، بندعي لك الله يخليك. ثالث حرف في اسمك دال، ده تسلم البطن اللي شالك والاب اللي ربى وعلم وزرع فيك حب بلادك ومنك يا ريس نتعلم. رابع حرف في اسمك الف، الله يعينك ويقويك. خامس حرف في اسمك لام، لما جيت المشروع نور والخير على قدومك بان. سادس حرف في اسمك ف، فاكر يا ريس؟ فاكر يا ريس؟ اقولها من الاول. حطه هنا. فاكر يا ريس قلت زمان فيكم هقدر واحنا قدرنا وزرعت كم مليون فدان. ده عروسه فندم. سابع حرف في اسمك ت،
تسلم الايادي عشانك، تسلم الايادي بيك، تسلم الايادي قدامك وكمان يا ريس حواليك، تسلم الايادي بجيشنا، تسلم الايادي يا جيشنا والابطال دايما حواليك. ده من حرف في اسمك الف، الله يخليك لينا يا ريس وينصرك على من يعاديك. اخر حرف في اسمك ح، حب مصر كبير في عينيك، مصر يا ريس غالية عليك، مصر يا ريس غالية علينا وكمان اكتر غالية عليك. الله يخليك لينا يا ريس وينصرك على من يعاديك. شرفت يا فندم، نورت الدنيا كلها والله يا فندم. سعاده المجد تنورت الموضوع. رجاء المشرف الفني ترعى عليك يا فندم. خيرك شكرا جزيلا. حضرتك ده حوض دنيس فقط، في دنيس ده من اول دنيس استوردناه من اليونان، موجود في الحوض ده عمره دلوقتي بالظبط 13 شهر. حضرتك اللي فيه بيقولوا عمره 29 شهر. ساعتها هتشوف النهارده نكمل الناس ساعتك يعني استاذ من ساعتك يا فندم يعني نبدا ساعتين يلا بسم الله. شرف ساعتك يا فندم. يلا يلا كده يلا بسم الله بسم الله بسم الله. الله اكبر وحبيبنا اهو الرئيس اهو ياهو القائد اهو الرئيس اهو حبيبنا اهو. صلي صلي النبي صلي 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 سيادة الريس هات يا عم هات يا عم هات يا عم. ربنا يوفقنا والله يا فندم ان شاء الله هتفرح ان شاء الله. والله ربنا يفرحك بك ان شاء الله. وشك خير علينا يا فندم والله وشك خير علينا كلنا. والخراب زي ما حط ايده في كل حاجه، الخراب طالها من اول الحفره لحد السمك، ليس اخير يعني لا يمكن تقول اخيرا ولا اخيرا حقيقه. في الفسيخ بقى ب 300 جنيه مش السمك، وفي احسن الاحوال ب 200 جنيه. في احسن الاحوال قال له كيلو الفسيخ ب 200 جنيه، قال له ليه يا جدعان؟ هو الفسيخ الدجال؟ فسيخ الدجال اللي هيبقى ب 200 جنيه ده والله الناس بتقول ب 300 بس يعني هنمشيها ب 200. الفسيخ دي اللقطه وادي القصه وادي الحكايه وادي المشهد التعريضي. والحقيقه ان الموضوع كله تجاره. نائب رئيس قناة السويس طلع قال للناس ان احنا بندي السمك بتاعنا للفنادق عشان السمك ده غالي على المواطن، وده خلى واحد من المواطنين غضبان جدا وطلع يرد عليهم. تصريحات السيد نائب هيئة قناة السويس المزارع السمكية. معايا يا استاذ وائل؟ معاك ليه؟ السمك بتاع الهيئة اللي اتعمل دوت اللي طلع في المزرعة والناس شافته والكلام دوت، السمك ده ما بينزلش السوق اصلا بناء على تصريحات نائب رئيس الفريق مميش ان هو السمك ده بيروح للفنادق والاوتيلات، والشعب المصري ما ينفعش ياكل من السمك ده، الشعب المصري ياكل بوري وبولتي. فهو بعت سعادته شفقة على الشعب المصري ان هو يجيب لهم شتلات بوري من هولندا، شتلات بولتي من هولندا عشان يزرعها لنا في مصر عشان ناكلها، عشان الشعب المصري الجربوع ما ينفعش ياكل السمك اللوط والسمك الدنيس والبوري. ودي تصريحات رسميه سعادتك، مش بقول لك كلام في الفاضي. فده سبب ان خلى تجار السمك يرفعوا اسعارهم. اشمعنى الجيش نفسه او هيئه قناه السويس؟ لا انت انا ما سمعتش بس تعبير يعني ايه الشعب جربوع؟ هو كلام سعادته ان الشعب ما ياكلش اللوط والدنيس. من امتى الشعب المصري بياكل الحاجات دي؟ طول عمره يا باشا بياكل الحاجات دي. في تصريحات نائب الفريق مميش على برنامج الاستاذه دينا صلاح الساعه 7 اول امبارح. لو حضرتك راجعت هيجيب لك الكلام ده كله، وقال ان السمك ده معمول عشان يسد الفجوه وما نستوردش ويتاخد للفنادق والاوتيلات. وده ادى الى ايه يعني من وجهه نظر؟ ادى سعادتك للناس التجار. اشمعنى الجيش اللي هو اللي هي قناه السويس اللي بتعمل، عشان ده ما قالش سياده الرئيس السيسي ان هو بيعمل عشان ياكل الشعب، كده ما بياكلش الشعب حضرتك، كده بيستسلم. لا انا مش فاهم الحقيقه بس يعني. نعم؟ لا انا مش فاهم عايز افهم يعني. تصريح من راجل نمره 2 في الهيئه. تصريح منه بيقول ايه؟ بيقول ان السمك اللوط والدنيس والجمبري اللي بيتزرعوا في المزارع بتاعت هيئه قناه السويس ده ما ينفعش ينزل للشعب المصري، هو عامله عشان يسد الفجوه بتاعت الفنادق. معايا يا استاذ وائل؟ يسد النقص عند الفنادق يعني. عند الفنادق. والشعب المصري من امتى بياكل الحاجات دي؟
الفنادق فيها سياحه؟ ما هو الشعب ما الشعب المصري بياكل الحاجات دي طول عمره. الشعب المصري ما بياكلش غير بولشي وبوري، وهو هيروح يجيب زريعه من هولندا. طيب يعني نتاكد بس من دقه التصريح. مين اللي مسيطر على موضوع السمك؟ ده المواطن طبعا، هنتاكد من تصريح وقفل معاه على طول. طيب مين اللي مسيطر على موضوع السمك؟ حمدي باتشي اللي هو كان ماسك الشرطه العسكريه. تاني هنقعد بقى نعيد الافيه الرخم، وايه علاقه الشرطه العسكريه بالسمك؟ افيه رخم حقيقه، لان مفيش اي علاقه لاي حقيقه قياده عسكريه بكل الحاجات اللي هم المهلبيه اللي هم عايشين فيها دي. مهلبيه اللي عايشين فيها دي، والله هم لفظ مهلبيه قليل جدا. كان في مقال حكى القصه كلها لسليمان جوده، محكي فيه القصه بتاع مقال حمدي بدين. بص بقى، قبل عامين من الان شاع خبر في البلد عن ان اللواء حمدي بدين سوف يجرى تعيينه رئيسا لهيئه الثوره السمكيه، وان القرار سيكون بدايه نحو تحويل مصر من دوله مستورده الى دوله مصدره. وقتها نشرت احدى الصحف خبر اقرب الى الخيال منه الى الواقع، يقول ان مصدرا في وزاره الزراعه قال ان رئيسها اللي بتتبعها الهيئه السمكيه يعني، قال ان رئيسها هو فلان وسماه بالاسم، وليس حمدي باتشين ولا غير حمدي باتشين، هكذا بالظبط. وبدا من الخبر ان الوزاره بتنبه على الذين يعنيهم الامر انها متمسكه بوجود فلان الذي جاء اسمه في الخبر المنشور على راس هيئه الثروه السمكيه، وانها بشكل او باخر ترفض وجود شخص اخر على راسها حتى لو كان هذا الشخص هو حمدي باتشين. ولم اصدق في ذلك الوقت ان تكون قوه وزاره الزراعه قد بلغت هذا الحد، حتى ان تقرر هي اسماء رؤساء هيئتها لا الدوله ولا اصحاب القرار في الدوله. اغرب ما في القصه ان الدوله تقبلت الخبر المنشور ومعناه بصوره عاديه جدا، وقيل في المقابل ان هيئه